أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام على قناتكم شوف عجائب البحر. هذه القناة التي نبث لكم من هذه الحلقة التي تتمحور حول هذا الكائن البحري الغريب في تكوينه والمعقد. سبحان الله. هذا الكائن البحري يصنف ضمن فواكه البحر مثل القمرون، لانغوست، لومار واستاكوزا كما تشاهدون. سبحان الله. ويعد من القشريات الصلبة، له ذيل مسطح ومدجج بالأشواك كما تشاهدون، وله رجلان تلتصقان به مدعبة بأشواك كذلك، وله رأس تعلوه عينان بارزتان، ويعد من أدق الكائنات على وجه الأرض في الرؤية، بحيث يمكنه الرؤية من جميع الاتجاهات وفي نفس الوقت وبدقة عالية مثل البوم. سبحان الله. كما تلتصق بالرأس كذلك رجلان طويلتان يصطاد بهم، وتعد كذلك مصدر قوته. سبحان الله. مدعمة بمخالب قوية وحادة وقاتلة تمتازان بلكمات قوية وسريعة يمكنها أن تشل حركة فرائسها في وقت وجيز، حيث تشبه لكماته سرعة طلقة مسدس أو عضة أسد بالغ إفريقي. سبحان الله. كما تلتصق أيضا به عدة أرجل صغيرة تساعده على قبض الأكل. سبحان الله. وكذلك 3 أزواج من الأرجل متوسطة الحجم تساعده في القبض، وهذه الأزواج من الأرجل المسطحة تساعده كذلك على السباحة والتوازن. عدة أشواك كما تلاحظون. سبحان الله. لله في خلقه شؤون. كما يعد مغناطيس للبكتيريا الضارة وتحويلها إلى بكتيريا نافعة، ويعد لحمه مصدرا للبروتينات والسعرات الحرارية، وغني كذلك بالبروتينات والفيتامينات مثل فيتامين بي، أوميغا 3، بي 6 وبي 12، والأملاح والصوديوم والماء، وقليل من الدهون. سبحان الله. يصل حجم هذا الكائن من 3 سنتيمتر إلى 17، وتصل سرعته إلى 10 أمتار في الثانية. سبحان الله. هذا الكائن يصنف إلى صنفين: صنف يعيش في الأملاح في المياه المالحة، والصنف الثاني يربى في الأحواض بالمياه العذبة. كما أتمنى من الله أن تنال إعجابكم هذه المعلومات، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بحول الله.